بدأت حكايتي بجواز فاشل، جواز خلص بخيانة وطلاق، وراهم سنين من الوحدة والمرارة والحرمان، خراب في كل حاجة، أعصابي، صحتي، نفسيتي. بقيت صاحب للصداع وسوء الهضم، صاحب للمنومات والمسكنات. بس اللي كان بيموتني مش الأمراض، كانت الشكوك والظنون، فقدان الثقة، فقدان الأمل، واليأس من الدنيا واليأس من الوفاء. ومن جنس الستات كلهم عشت سنين كأني شبح، بمشي وسط الناس بس مش معاهم، اقعد في السهرات والضحك حواليا ولا انا هنا، سامع الضحكات بس مش حاسسها، موجود بس مش حي، غايب في ضلمة جوايا، مش لاقي مخرج. لحد ما شفتها ست في الأربعين، مريضة هزيلة، 3 أزواج مصوا عمرها وسابولها جسم تعبان وبيت خربان، لا خلفة ولا ذكرى ولا حتى حلم. قعدنا نحكي عن وجعنا، كل واحد فينا كان بيرمي همه في حضن التاني، ومن وسط الحكي تحولت المصايب لرابط غريب بينا، رابط الألم. كانت تقولي وهي عينيها مليانة دموع: أنا خلاص خلصت، مفيش راجل ممكن يبصلي. بس أنا كنت باصص لها وبحضنها بعناية، ومع كل كلمة منها كان الشك اللي جوايا بيدوب. وأول مرة من سنين حسيت إني ممكن أثق في ست من تاني. إزاي حصل كده؟ والله ما أعرف، بس اللي أعرفه إن عرضت عليها الجواز، قامت الدنيا، الكل رفض. قالولي إزاي تتجوز الست دي كبيرة ومريضة ومستهلكة، وإنت شاب في التلاتينات في عز رجولتك وجمالك وفلوسك، ده انت تاخدها زي عقب سجارة الناس خلصوا عليه. خالد طبيب زود الطين بلة، قال لي مرضها مش هيمهلها سنة، هتموت قريب. بس أنا وقتها اتمسكت بيها أكتر، والنهاردة أنا بجهز للفرح، خلاص هتجوزها بعد كام يوم غصب عن الكل ضدي، بس أنا معاها، أنا بحبها وعايز آخد رأيكم في الحب ده.